الفن التشكيلي هواية ما ممكن الواحد يقاومها. أنا بتذكر إني بشيل الفحم وشخبط في الحيط، الوقت ذاك أنا كنت طفلة، بالرغم من إنه يدقوني برضه تاني أجيب فحم وشخبط في الحيطة. بعدين جاء أبوي يشجعني جدا على حكاية الرسم. بقى الناقد الأول بتاعي يقول لي يعني مثلا دي العين دي ما في محلها، الأنف دي مالك كده، ويراجعني في الحاجات زي دي. وكان بوديني المولد عشان أشوف الرسومات الزهور اللي بيرسموها في الخيم وحاجات زي دي. وبعدين كان عندي خال كان بيمشي بالسودان كتير، شغال في البوليس، فقام شاف السفن جايبه الناس بيرسموا بالالوان، فقام اشترى لي كميه من الالوان منهم، الناس السفن الماره دي فيها الاجانب دي، وجاب لي ده اول مره اشوف الوان. ده كان انا اقول في الاربعينات، ابتديت اعرف اشتغل بالالوان. وبعدها جاتنا فرصه نمشي امريكا. هناك بقى المعاهد والمراسم الحرة وكده كثيرة جدا، فابتديت أدخل فيها معاهم، وركزت على معهد بتاع هناك واحد تعلمت منه مثلا محاربة القلم والفرشة، عشان الناس يشتغلوا بأي مادة يلقوها إلا الفرشة. تعلمت هناك الطرق نشتغل بالنحاس، الضغط على النحاس لغاية ما الواحد يجيب الصورة حقته. وكنا ساكنين في سانتا مونيكا اللي هي طوالي جنب هوليود. انا كنت بقول لهم اخواننا ما تودونا هوليود، ما تودونا هوليود. بعد زمن قال لي هوليود دي بتمر بها كل يوم ماشي السوق. انت قايله شنو؟ ما بس شوارع ومباني. فبس كان معانا من الطلبه العرب واحد مصطفى العقاد، اشتغل مع مرة لها علاقه بين متروجولد والماير. فلما تجي مناسبه زي اسم شنو ملك الجمال العالم ولا حاجه زي دي، بيقوم بوزع لنا شارات لونها كحليه ويدخلنا على اساس اننا صحفيين اجانب. فلما كانت اختيار ملك الجمال امريكا، قامت وزع لنا الشارات اللبنيه دي وساقنا كلنا. وبقيت حاسه موزعه بين يا اما التلوين او الرسم في القماش اللي هو الثياب والفارش والى اخره، والنحاس، الشغل بالنحاس والشغل بتاع المجسمات. زياده على الكتاب، الكتاب بتاعنا اللي بنكتب فيه ده هسه انتهى سنه 1968 اللي هي فترة من تاريخ السودان. فركزنا على تعليم المرأة، فقلنا أحسن حاجة، أنا زمان قلت أحسن حاجة إنه نحن نجمع من المعلمات القدام، من المتعلمات زمان، وسايق بيدهم عشان تاني ما في زول يغالبنا. فعملنا لنا أشرطة وكل واحدة فيهم كتر خيرك كتبت لنا ورقة ومضتها بيدها، وخدنا منهم صور. الناس اللي قالوا في مدرسة رفاعة سنة 1907 أغلبهم يا إخواتي يا زميلات إخواتي، منهم سلمى بابكر بدري والسارة بابكر بدري وحرم الأمين. ما أفتكر حاسة في واحد منهم موجودة، لكن نحن وثقنا لهم بدري في السبعينات، يعني قبل ما بدينا 1979 التوثيق ده. الحمد لله جمعنا منهم عدد منهم قبل ما يتوفوا. فيهم واحدة فتحت أول مدرسة ليلية للبنات في الثلاثينات اسمها شون محمد عبد النور في رفاعة. دول كلهم كتبوا لنا بيدهم تاريخهم. في واحدين حديثين شوية
إقبال عبد العال مبروك كتبت لنا عن مدرسات، أول مدرسة تجارية في السودان كتبت بيدها ومضتها، فطب أتاني ما في زول بيقدر يغالطنا في المعلومة. وده الوثائق دي موجودة عندنا دلوقتي. في وثائق، في مثلا نحن مشينا قابلنا أول مرة اشتغلت في وظيفة في السودان اسمها أنيسة جمعة مرجان من ناس دارفور. دي افتكر خالة أو تيراب، السلطان تيراب. ودي أدتنا قطع مهمة جدا مطرزة بيدها سنة 1910، كانت طالبة في سنت آن 1910. أدتنا العلم اللي عملته لولد خالتها اللي هو المناضل عبد الفضيل الماص. أنا قلت إحنا نكتبه ونخليه يتعمل، يعني يتنشر ما اتنشر نخليه الأجيال الجاية قدامنا يلقوه موجود. احنا لاحظنا انه الجيل الجديد ده ما عنده اي فكره عن القديم. انا بتذكر احنا جبنا البراد بتاع شنو السيد عبد الرحمن، فواحد قال شوف ده براد السيد عمر المرغني، قال لا التمعاوير ده بتاع السيد عثمان المهدي. فعرفنا ما عندهم اي معلومات، ولا عمر المرغني ولا عثمان المهدي. فقلنا نحن الأطفال الصغار ديل أحسن حاجة تجذبهم المجسمات الصغيرة. فعلا يعني لاحظنا في المعرض كمية الأطفال اللي وقفوا في المعرض وسألوا ده شنو دي منو ده شنو ده بيعمل في شنو. السنة دي كان شوية مسقرة السنة دي لأنه كان السيم تمكين المرأة، كثيرين يا خواجات دارين يشتروا. حتى الهادي السواق قال لا، قال كل قطعة من ديلها احنا عندنا معاها علاقة. كيف عملناه؟ مشان السوق جبنا ما بعرف شنو ذاك وركبناه فيها كيف وخطيناه، ما عايزين ما بنفارقه. لكن الناس ما بيقدروا المجهود اللي تخطى فيها عشان تعملها انت. ما بالنسبة له بتلعب. حتى في واحد قريبنا عم أولادي عاملين كده دايما أنا وهو كده بنتكاوف شنو، فجا قال لي ضد الطفولة الثانية، رجعت لها بنات اللعاب ثاني. يعتبر طفولة ثانية. بس إن شاء الله ما تجينا المراهقة الثانية. أنا اسمي لينا وعمري 14 سنة وأنا حفيدة ماما ستنا. أنا ساعدتها في المعرض بتاع أسبوع المرأة، وساعدتها يعني في العرايس وفي اللصيق وكده يعني، وعلاقتي معها حبوبة ستنا كويسة كده يعني، وأنا برضو بحبها وأعتقد إنها مرأة يعني فنانة وكويسة، وحتى الشغل معها كان كويس وحلو وممتع. وطبعا انا بحب الفن والرسم كده يعني، فعشان كده حبيت اشتغل معاه وكده يعني. حبيت الصيغ والعرايس ذاتها واللباس العرايس والخيات وكده يعني. كنت محظوظة جدا أني عشت معاه في فترة هي ما كانت مضغوطة، يعني هي في فترة أنا شي واز هاوس وايف وبتربي في أولادها. أنا جيت لقيت أنهم خلاص كبروا يتعلموا شنو، فهي بقت متفرغة أنها تستمتع بالحاجات أكتر. فأنا جيت في فترة علمتني كيف أطبخ بمزاج، كيف أزول النوم ده هو أهميته شنو في الدنيا، ما لازم أزول ينوم من بدري مثلا. علمتني شراب الشاي الأحمر، أي حاجة تعملها بمزاج. عرفت فلقيتها انه هي متفرغه انه تدي تسوشيالايز، ورتني كيف اقرا الناس اكثر في حاجات مثلا ممكن يكون وجهات النظر العامه للحاجه دي لا المفروض الزول يكون كونزرفتيف اكثر انه ما يعمل كده ما يسوي كده، لكن هي بتشوف انه لا الحياه بتستاهل انه تمشي والزول يجرب ويفهم ويتعلم وكده. I appreciate a lot انه هي قدرت تفهم جيلي كثير يعني. فدي
افتكر ملهين تلقى، لانه بعد ذاك بتعرف انه تفتح عيونك كيف للدنيا بعد ذاك. أنا بتذكر مرة كده قلت أنا مدام عمري 70 سنة بعد كده أرقد تاني ما أتحرك، فقمت رقدت في السرير وجهزت يمين تاني ما أقوم، قلت أجيب كتاب أبوي أتسلى بيه. فلما فتحته لقيته إنه قال نحن كان الزمن يناير متحركين من الدمازين ماشيين جبال النوبة في لوري. لما راجعت لقيت عمره 82 سنة. قمت تاني ما رقدت. أطابع نفسك في طريقنا إن شاء الله السكة كويسة. اديني صغير شوية. قلت لك الاثنين 28. الاثنين ب 28. 28 الاثنين. واقدر اشتري منك الليلة؟ هذه ال20. يلا. ودي 5. ما انا عارفة قروش اللي عندي كم عارفاهم. 28 خلاص. يلا ابو مريم. ابو ليا ابو النفض الدوائر دي حاجه كده مدوره بارده لبرا. ده ابو ساعه الفضة ما حقد شوي سوار سوار. طيب هذاك انت كيلو كده ده. مدور كده. وابو ليا ملفوف كده زي الحبل وعنده يدين كده. انت حبه واحده ده جيب لي ومع عينه. ده محب نشتري الالوان شايفه. لا 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 انا داير الغامق شديد. لا نفس الخرطوم. تفضل تطلع. يا محمد قال الداير ابيض ابدا مر عليك يا قمر كتاب اسمه سوق ام درمان. لا ما سوق ام درمان، مكتوب عليه ام درمان مدينة الباهرة. بالله ما سمعنا بقى. بتكلم عن حاجات في ام درمان طبعا. بالله. ومواقف كده، وبتكلم جاب فقرة عنا نحن وعن نشاط انت في اول من دخلت الكتاب التحول والتغيير وكده. وقالوا هذا يعتبر نوع من التطور، يعني مع التضامن مع الأستاذة ستنا بدري، وفعلا دي الحقيقة. يعني احنا أول من دخلنا الشغل بتاع الطباعة معاك انت، وكان طفرة كبيرة جدا جدا، وكان شيء فيه تحول كبير في التوب ذاته، يعني في الفكرة بتاعت التوب. لأنه كان زمان ثياب تقليدية رسالة لندن، والتوتر المشجر والتوتر السادة وبجيجة بس. ساعات احنا بنكون لافين كده. ما شفت الجسم تعويضه تعود على الراحه تاني ما في طريق. لما كنا في امريكا في كاليفورنيا بذكر وداني مره حته اسمها الجاليريا دي يعني سوق كله قزاز. الدكاكين انت بتشوف كل الناس جوا الدكان، حتى الاسانسير قزاز، السلم قزاز. وكنت قاعده فيها ومشتاقه لسعد قشره خالص خالص. عشان تشوف السوداني هو سوداني. جونا ده بيت قديم في حي ام درماني كده، الواحد شاعر بيروحه رجع في محلته.
أنا بفتكر المرأة الحسة موجودة دي بعتبرها مفخرة للسودان.